السلام عليكم. هاي بفلوريدا. من يبدأ شهر الرابع الخامس. شوف الجو تقريبا يوميا هالوقت الساعة 3-4 العصر وقت طلعتي من الدوام تبدأ عواصف مطر غزير. صار غزير هسه شوية مطرت، هسه توقفت راح تبدأ مرة ثانية بعد شوية. هاي من رحمة رب العالمين، لأنه بالليل الجو زين، الصبح تبدأ تحمى، الظهر تصل يعني درجة حرارة لا تطاق. فبالثلاثة بالأربعة يعني تقريبا يوميا تنزل زخة مطر تبرد الجو. الخاطر ما أعرف خاطر البشر ولا خاطر الحيوانات بس هي يعني لا تطاق. لو ما هاي الأمطار بشكل يومي بس الجو شوية صار ألطف. والله تصعد درجات الحرارة، تصعد تقريبا 90-100 فahrenheit، وعادة ما تشوف بشر ولا تشوف حيوان تطلع الظهرية. هاي من الشغلات اللي لازم نتعود عليها. كان لازم أغير وقت طلعتي. السلام عليكم. طبعا هاي أني ساوث فلوريدا بالجنوب، اللي هي منطقة استوائية تعتبر. تصور بالشمال الوضع شوي يختلف. شوف هسه بدت السياقة طبعا كلش صعبة، طرق تفيض. بس بالخمس سنين الأخيرة مرتبيها بحيث المي ما يبقى. قبل أسبوعين كنت مسافر لنيويورك، قالوا أحد المطارات كان مسدود. أنا رحت للمطار مالتي اللي أسافر منه عادة بأورلاندو، كان الزحام غير طبيعي. فسألت قالوا إيه مطار فورت لودرديل اللي هو تقريبا 3 ساعات جنوب أورلاندو. قالوا يعني أغلب الرحلات كنسليها لأنه فاض المطار، المدارج أغلبها فاضت، فغيروا الرحلات إلى مطار أورلاندو. وطبعا عواصف هم تبدأ بهالأيام. وأنت محتمل أي عاصفة من هالعواصف تتحول إلى إعصار. طبعا يتنبؤون بها قبل. إذا تكون كاتيجوري 1 أو كاتيجوري 2 يعني يقول لك أوكي ما في مشكلة، بس ابقى بالبيت اطلع، أو إذا بالشغل ابقى بالشغل. إذا كاتيجوري 3 وفوق هذولا كلش خطرين. يا إما تتحصن يا إما تفلت. هواي ناس يعني يسافرون لغير مكانات. شوف السوداء. طلعت بالوقت المناسب. وإلا كان سبحنا. يلا لازم نسوق على كيف الحال. السلام عليكم. فمع الأسف لعبات الطوبة عندي يومين بالأسبوع. هذه عادة تكون بعد المغرب، على أغلب تتأجل لأنه كلها يعني ملاعب مفتوحة، فتتشبع بالماء. مرات يلعبون عادي يعني، بس تحضر نفسك تسبح بالطين. بس في بعض الأحيان تكون كلش يعني أمطار غزيرة،
يأجلون اللعبة. وأيضا يقول لك إذا عندك مشاوير مثلا تطلع البحر، تطلع يعني سفرة لغير مدينة، يسويها صباحا أفضل، لأنه ورا الظهر كلش يكون unpredictable، غير متوقع شلون يصير الجو. واحنا هنا كلش قريبين على البحر تقريبا. هاي هسه هذه طريق المستشفى، هذا البحر يعني يمنا كلش قريب، عن البيت تقريبا 20 دقيقة. يعني هاي المناطق اللي قريبة من البحر تكون تحركات الرياح بيها كلش يعني صعبة للتنبؤ بها. فخلال ثواني شوف يتغير الجو رأسا على عقب. الله يحفظكم جميعا. السلام عليكم.